شكرا لزملائي من ارضيه الملعب. كما ترى الان انا متواجد مع الجمهور الشبابي. الجمهور الشبابي ابدى تفاؤلهم من ناحيه المعسكر، من ناحيه الصفقات المحليه والاجنبيه. معنا بعض الجماهير الشبابيه. كيف ترى استعدادات نادي الشباب للبطوله الاسيويه والدوري السعودي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل حاجه احب اهني واقول خطوه حلوه، المبادره الحلوه حقت ريع المباراه للاعب السابق فهد الحمدان تحسب للاداره واشكرهم عليها. ثانيا هذه من الناحيه الانسانيه لازم نقولها، خصوصا هنا في شهر رمضان. الحاجه الثانيه بالنسبه للصفقات جدا ممتازه، لكن نحتاج صفقه محليه واحده بس لو بالسنتر، او اعطاء فرصه للاعبين الصاعدين الجدد عواجي او هادي يحيى انهم يحلون المحل هذا خصوصا في الدوري. نتمنى يعني ولا الصفقات ان شاء الله متفائلين بالبرازيلي. اما انا عن نفسي شخصيا تابعت توريس، مو كثير متفائل فيه، لكن البرازيلي ما شاء الله عليه ضربة معلم. طيب، متفائل انت بالصفقات النادي الشباب؟ متفائل بصراحة كثير مرة صراحة. يعني مثلا المحترفين على مستوى عالي، يعني مثلا رافينها متصدر الدوري البرازيلي ولاعب يعني يتمناه كل نادي خصوصا في الخليج. بخصوص ماكينيلي توريس، يعني اتوقع انه لاعب يلعب مع فالكاو مع نجوم كبار يعني مع كولومبيا. صراحة المحترفين انا اشوف انهم محترفين على طراز عالي، لكن والمحليين بعد يعني نايف هزاز، يعني راح ناصر الشمراني جاء نايف هزازي، يعني يروح نجم يجي نجم، يعني اتوقع ما في مشكله في طيب، تشوف انت مباراة الهلال اختبار قوي قبيل البطولة الآسيوية لنادي الشباب؟ كيف البطولة، هل ترى ان المباراة امام الهلال اختبار قوي قبل البطولة الآسيوية؟ شوف، لما نادي الشباب يلعب مباراة ودية مع مباراة الهلال مع نادي الهلال يعتبر يعني نادي كبير ونادي مستوياته مقاربة لمستويات الشباب، فهذا اختبار يعني جيد جيد جدا يعني عشان عندنا آسيوية وعندنا مباريات قوية، فنلعب مباراة قدام الهلال، فهذا شيء ايجابي جدا. يعطيك العافية. الله يعافيك. كما ترى هذا هو صوت الجماهير الشبابية. أعود إليك.